السلام السلام، واش راكم؟ واش راه الأحوال تاعكم؟ كيما راكم تشوفوا هنا وصفتنا اليوم وصفة خبز الكوشة بطريقة سهلة خفيف ما شاء الله. نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيما راكم تشوفوا هنا حبوباتي، نبداو على بركة الله. هنايا عندي السميد يكون بيان سور أرطب، فوالا حنونات. عندنا سميد رطب هنايا البنات. هذا الاختراع حبيت نشارك معاكم خبز ولا تقدروا ديروه في رمضان، فغيمو جا الشباب جا بنين ولا اروع. هنايا حبوبات كيما راكم تشوفوا، عندنا هنايا 3 كيسان تاع السميد يكون رطب. درنا 3 كيسان، اللي تحب تزيد دير لا كونتيتي كبيره، انا حبيت ندير لكم هكا كونتيتي صغيره باش اللي تحب ديرو يجيها ساهل. عندي مغرفه السكر، عندي مغرفة خميرة الخبز، فوالا البنات. هنايا واش نروحو نجيبو الماء يكون دافي، درنا كاس ماء وكاس حليب هكا البنات، ونبداو نخلطو هذاك السميد والحليب والماء. فوالا هنايا البنات كيما راكم تشوفوا خلط هذاك السميد والماء وحليب، نخلطوه غير بالمغرف البنات. فوالا نجيبو هكا كيس بلاستيكي نغطيوه البنات، نخليوه يريح مدة 15 مينوت ولا 20 مينوت، ومن بعد نتلاقاو بعد قليل. حنوناتي كيما راكم تشوفوا هنا خليتو ريح هذاك العجينه تاعنا، ودوكا واش نروحو نديرو يدينا. دوكا نروحو نديرو كاس الا ربع زيت المائده. شوفوا الطريقه كاش نديروه البنات، يجي شويه جاري هذاك لاباط. فوالا ندخل هذاك الزيت في هذاك العجينه، وهذاك الزيت نديروه غير بالعقل، صدقوني يجيكم الخبز وعليه الكلام. راني نديرو بيد واحده البنات، وجا الخبز وعليه الكلام. سوطو في رمضان نسحقوه ناكلو به الحميس ولا الشربة ولا الجواز. انا هاد النوعيه تاع الخبز ما يخطيونيش البنات، بخاصك نديرهم كل يوم. هو حبيت نشارك معاكم هاد الوصفه تاع الخبز الساهل. هنا كان جاري شويه البنات هكذا. هنايا جبنا نص كاس تاع الحليب، نروحو نجيبو مغرفه معمره بومبي على كل حال تاع حليب بودره، نجيبو مغرفه تاع الخل، نجيبو باكي لاليفير شيميك،
نخلطوا البنات هذا الخليط. شوفوا البنات هنايا كي درنا الخميره والخل والحليب بودره، شوفوا كاش طلع هذاك الخليط تاعنا الحليب هذاك. نجيبو بيان سور الملح باش ما يجيناش صامت بيان سور. ودوكا هنا واش نروحو نديرو هذاك الخليط في هذاك العجينه تاعنا. والعجينه هذه البنات ما تكسروش راسكم زعما تعجنوها مليح تقولوا السميد لازم تعجن، نو. شوفوا الطريقه اللي ندير فيها يجيكم الخبز تاعكم كي الشيشه، يجيكم كي قطن. فوالا اني ندير بالعقل البنات. شوفوا الطريقه كاش نخبط هذاك العجينه تاعنا، نديروها كيما نديرو هذا الخفاف. شوفوا البنات ما شاء الله. ندخل هذاك حليب داخل العجينه ونبدا نخبط فيها. شوفوا الطريقه البنات. نكمل هذاك الخليط تاعي اللي في الكاس هذاك درته كاع. فوالا نبدا ندخل هذاك الحليب في هذيك العجينه. شوفوا البنات الطريقه كاش نخبطوا هذاك الخليط تاعنا. بسم الله. على قلت لكم ما يسحقش تعجنوه مليح، ديروا هذه الطريقه الخبز تاعكم يجيكم ما شاء الله. هنا البنات ندير شويه تاع الماء في يدي ونخبط ومامطو. هاد الخبيطه البنات اللي درنا بهذه الطريقه البنات هو اللي هوينا هذاك الخبز تاعنا. وطوجور نشمخ هكا يدي. ماشي هذاك الماء البنات يعاونني ما يلصقش بزاف في يدي. فوالا هنا البنات كيما راكم تشوفوا نخبط مدة 20 دقيقة، نقدروا نلحقوا حتى ل 30 دقيقة، باسكو هذه الطريقة اللي خبطنا فيه لاباط هي اللي تهوينا هذاك الخبز يجينا خفيف، يجينا كي القطن. شوفوا الله يبارك كاش خفيف، تقدروا ديروا به الخفاف طالموجة ما شاء الله. ودوكا هنا واش نروحو نديرو، نجيبو سنيوه تاعي البنات 25 35 على 25. دهنتها بالزيت ونفرغ هذاك الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا الخبز هدايا. نحطو هذاك العجينه في سنيوه ونبدا نحل هكا بطريقه بيدي يجينا سهل يعني، باسكو العجينه خفيفه شويه جاريه. ونبدا نحلو هكا فوق لوبلا تاعي.
فوالا هنا كيما راكم تشوفوا البنات. دوكا هنا واش نروحو نديرو، نخليوها تكوطي البنات، نخليوها هكا واحد 10 مينوت 15 مينوت. فوالا درت هكا الحلال في الوسط باش هذاك الطرشون تاعي ما يلصقش فيه. ودوكا هنا واش نروحو نجيبو لو جونداف نديرو فوقو هكذا. هاد لو جونداف البنات درت له شويه تاع حليب. فوالا حنونات. نروحو دوكا نروحو نجيبو شويه هكا تاع السينوج وشويه جنجلان، ولا تقدروا تاني تزيدوا حبه الحلاوه. انا خلاصت. فوالا هنا البنات كيما راكم تشوفوا الفور تاعي شعلته 180 درجه يطيب من التحت، ونزيدو نشعلو الفوقاني نحيوه. تشوفوا النتيجه خبز دار منزلي ولا اروع. حنوناتي كيما راكم تشوفوا، شوفوا الله يبارك هذاك الخبز الرائع. واش نقول لكم جا تحفه تحفه تحفه. تجربوه ديروه رجعوا لي خبر في التعليق. بسم الله. هنايا نحيتو البنات. دوكا نروحو نقسموه. الله يبارك. شوفوا الله يبارك كاش جانا. تقسيم اختياري، كل وحده تقسم كيما تحب. انا قسمته هكا مو كاغي صغار. فوالا نروحو غير بسياسه البنات، نروحو غير بالعقل. شوفوا حبوباتي كيما راكم تشوفوا جا ولا اروع. جا الخبز تاعي ولا اروع. حنوناتي ديروه تجربوه، سيوه في رمضان، سيوه هاد الايامات قبل رمضان تقدروا ديروه تجربوه. رجعوا لي خبر في التعليق. حبوباتي بالك وتنسوني في البارطاج، بالك وتنسوني في التعليق. شجعوا اختكم ام كرم باش نزيد لكم لي فيديو ان شاء الله تعالى. هنا كيما راكم تشوفوا نبدا نقسم فيها هكذايا. كيما قلت لكم تقسيم اختياري، كل وحده تقسم كيما تحب. فوالا هنا حنونات كيما راكم تشوفوا. دوكا حنايا كملنا الخبز تاعنا الرائع. الجميع جربوه في رمضان، تاكلوا به الشربه ولا الحميس ولا الجواز. النوع الخبز دار منزلي، حاجه مليحه، حاجه نقيه نظيفه. ما تنسونيش في التعليق حنوناتي الزينه تاع ام كرم. دعموا اختكم العزيزه، أي توريكم وصفات اقتصادية، وصفات سهلة، ناجحين 100%. حنوناتي بالك وتنسوا البارطاج، التعليق. إلى اللقاء، مع السلامة في الفيديو الجديد إن شاء الله تعالى.